السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتلقاكم هذا الفيديو كاملين بالصحه. ولا انا اليوم جبت لكم ريشة عاصميه على وصولها يا البنات. بالنسبه للقرعه، انا نحب القرعه درتها فيها بصح. هي الريشة العاصمية ما فيهاش القرعة، فيها غير اللفت يا البنات، ما فيها ني زرودية ني والو ني بطاطا، فيها غير اللفت. بصح جات بنة وزيد المرقة تاعها. كيفاش جات البنات؟ ما جاتش كحلة ولا. تبعوا معايا باش تعرفوا كامل الاسرار، باش تجيكم المرقة هكاك، ما تجيكمش كحلة. بيان سور هما كاع نعرفوا طيبوا الريشة، بصح للمبتدئات اللي ما يعرفوش كل وحده وطريقتها يا البنات. المهم هنا في قدره، اول حاجه جيبوا كسكس او قدره. القدره درت فيها شويه زبده نتوما مع شويه تاع الزيت، نتوما تقدروا ديروا السمن مع الزيت. ومن بعد البنات حطيت اطراف الدجاج تاعي، انا من نحبش الدجاج بالشحم هذاك الجلده نحيه. هكا بالنسبه لصحتنا مليح. خليهم يتقلاو بالقانه على نار هاديه، ومن بعد نجيب زوج حبات تاع بصل. هنا البنات قطعتهم رقيق، مكعبات. هنا البنات والله غير الاشوار تاعي تخسرت، بصح اللي عندها اشوار ترحيهم من الاحسن. هنا حبيباتي انا الله غالب تحدمت لي قطعتهم مكعبات. بعد ما تبان لي تخت بيان، انا نروح ندير لي زيبيس اللي هي فلفل الكحل و القرفه. هنا حبيباتي بالنسبه للفلفل الكحل ما تكتروش باش ما تجيكمش المرقه كحله. اللي عندها فلفل هذاك الابيض ديرو، انا ما توفرش عندي. والقرفه من الاحسن ديروا عود، انا ما كانتش عندي درت غير قرفه بودر. وهنا حبيبتي السر باش تجيكم عقده الله الله بالقانه، رابوا لها حبه تاع اللفت. وهنا المرق بالماء يكون سخون، وما تنساوش الملح يا البنات. كاين بزاف يديروها الجامبو، انا ما نديرلهاش. هنا البنات بعد ما رفدت لي الغليه، نروح ندير الخضره تاعي اللي هي القرعه واللفت. كنت درت رشيت عليهم شويه تاع القرفه، خلطتهم زياده، خدت لهم كامل القرفه هذيك وحطيتها في المرقه تاعي. هذا ما كان يا البنات، وتجي بزاف بزاف بنينه هاد المرقه، وما تجيكش كحله. في الاخير نحط الحميصه، انا الحميصه تاعي طيبه، بصح لي ما تكونش طيبه تقليها من الاول. هنا حبيبتي نروح للرشته تاعي اللي انا نشريها بسميد، هكا ما تجينيش معجنه، ما نحبش تاع الفارينه تجي ثقيله بزاف. هنا البنات نفتح كامل الرشته تاعي، وهذا الرشته بزاف بزاف بنينه، وماشي كيما نقولوا حنا ما تتعجنلكش البنات. شريت خطرة رشته عيانه. المهم هنايا ندير لها شويه تاع الزيت، وندخلها الزيت كامل داخل رشته. نجيب الكسكس تاعي نحطها في الكسكس تاعي، انا درت شكاره وحده برك، اللي عندها افراد عائله بزاف الدوبلي. هنا حبيبتي نحطها فوق القدره تاعي كما راكم تشوفون، خليها تفور الاولى. وهنا البنات بعد ما صارت لي التفويره الاولى، نحطها في الجفنه تاعي كما راكم تشوفوا. وهنا البنات نحيت الدجاج تاعي، تعرفوا الدجاج يطيب تمتم. مهم وهنا حبيباتي نملح الرشته ديالي، ما تكتروش الملح، ما تنسوش بلي ملحنا المرقه. وهنا نروح نجيب شويه مرقه ونديرها في الرشته تاعي، تعطيكم بنه ولا اروع. ونخلطها هكا، نجيب زوج فراشات ونخلطها بها بيسك رشته راهي سخونه بزاف تحرق ثم غير جيبوا زوج فراشات وخلطوا بهم. انا حبيبتي درتها فور دوزيام تفويره. وهنا بعد ما فارت لي التفويره الثانيه، نروح نجيب الزبده او مارغرين. ومن بعد البنات السر باش تجيك بنينه الله الله، تعطي لك نكهه هايله، ديري لها المزهر، شويه تاع المزهر، جربوها وردوا لي بالخبر. هنا حبيبتي هاي الرشته تاعي درتها في طبق التقديم. شوفوا الله الله، وديك المرقه جات تهبل، واش نحكي لكم يا البنات. التقديم كيما تحبوا. شوفوا البنات المرقه كيفاش جاتني، ما جاتنيش كحله، جات الله الله يا البنات. هنا حبيباتي
لحقنا نهاية لا فيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم، وان شاء الله تكون عجبتكم تاني الريشة تاعي. تجي بزاف بزاف بنينه بهذه الطريقه، جربوها وما تخافوش يا البنات. ما بقى لي غير دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.